نمضي الاستقلال حقيقة أيضا من أصحابها. معنا عبر الهاتف من الكويت فجر السعيد صاحبة قناة سكوب. سيدة السعيد، بدءا هل من تعليق فوري على هذا الهجوم الذي تعرض إليه محطة سكوب؟ مساء الخير. حقيقة اليوم 16 ولحسن حظي اني انا كنت طالعة من القناة قبل 5 دقائق، يعني لو انا كنت موجودة كنت انقتلت في داخل القناة، بس الحمد لله ربي سبحانه وتعالى نجاني انا ومحمد اللي هو مدير تنفيذي. المقصودين في القتل كانوا مقصودين 3، انا ومحمد طلال السعيد وطلال السعيد. طلعنا قبلها ب5 دقائق، يعني الله سبحانه وتعالى نجانا. تعرضنا لاعتداء، طلبوا احنا مجموعه من الرجال والنساء من اسره، عائله واحده هي اسره المالك. هم ينتمون بصله قرابه في وكيل وزاره الاعلام. هل تعرفت إليهم سيدة السعيد هؤلاء المهاجمين؟ أنا حقيقة ما كنت موجودة عشان أتعرف، لكن الأشخاص اللي كانوا موجودين العاملين تعرفوا على واحد منهم اللي هو شخصية معروفة وتطلع دائما، وعندنا كان ضيف عندنا بسكوب أكثر من مرة، اللي هو فيصل حمود المالك اللي هو سفيرنا في عمان. طيب هل ترجحين أن تكون جهة معينة تقف وراء هذا الهجوم؟ لا 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 لا، هم هذه العائلة. أنا أعتقد أن أحد أفراد العائلة حسب ما وصلني وجه مسجات في التليفون: قوموا يا عائلتنا، هذا اليوم يومكم، لازم نثبت لهم قوتنا ولازم نثبت لهم. لكن البلاد يحكمها القانون والمؤسسات الأمنية موجودة. عفوا، هذا الحقيقة. يعني أنا سمعت قبل شوي مداخلة لفيصل المالك سفيرنا في عمان في مليون قناة، ولاف على كل القنوات الحين تكلم، يقول أنا رحت أهدي الوضع. معناته أنت عندك علم، هذا اعتراف من أنه راح يهدي الوضع، معناته أنت عندك علم أن هناك نية في الاقتحام بواسطة الأسلحة. طيب. أنت كرجل دبلوماسي تمثل البلد، تمثل الكويت في الدول الأخرى، ليش ما بلغت السلطات ان هناك جريمه ستحدث؟ 2، هو يقول ان اللي حصل رده فعل طبيعيه على تهجمنا احنا على وكيل وزاره الاعلام فيصل المالك. طيب وانتم ماذا فعلتم؟ هل رفعتم؟ لحظه بس اخوي اوضح. نعم. اي رده فعل طبيعيه هي بالتهجم تنطق من رجل يفترض أن دبلوماسي ويمثل الكويت في الدبلوماسية، ومعروف أن الدبلوماسية نهج الحوار. نعم. أي واحد معروف أصلا لما نعيب على شخص نقول له يا أخي لا تصير دبلوماسي. لكن هناك روايات تقول أنه بالعكس من ذلك. عفوا سيدة السعيد، يجب أن نورد الرواية الأخرى أيضا. هناك من تقول أن هذا الدبلوماسي حاول التهدئة من روع المهاجمين وبذل أقصى جهده من أجل ذلك. أخوي الدبلوماسي بيتهم يبعد عن مكان الاستديو ساعة إلا ربع بالسيارة. تواجده في نفس المكان في نفس الفترة في نفس التايم، معناته هو عنده علم مسبق في هذه النية. دوره كأحد موظفين الدولة، ليش ما راح بلغ أنه جريمة ستحدث بعد قليل، علشان على الأقل يتواجد أجهزة أمن أو أجهزة الدولة لصد هذه الجريمة البشعة. نعم. دعيني أسأل هنا سيدة سعيد، هناك أخبار أيضا تقول أنك ممنوع من السفر وتحت الإقامة الجبرية، هل لك أن تؤكدين لنا أو تنفي هذا الموضوع؟ لا 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 لا, لا. أصلا أنا النيابة أطلق صحيح حتى بدون ضمان لعدم قناعتهم في جدوى التهمة. خل أقول لك أخوي، الموضوع ما له علاقة بالأسرة الحاكمة حقيقة، الموضوع تماما عن الأسرة الحاكمة. الموضوع هو مشكلة نتعرض لها ضغوط بعض نواب مجلس الأمة. طيب ماذا أنتم فاعلون أمام هذه الأزمة؟ هل تقدمتم للقضاء بشكوى أو ما شابه؟ هل تثقين أصلا في القضاء الكويتي؟ طبعا احنا ممكن بنفس الأسلوب شريعة الغاب، ممكن أجمع مجموعة من أهلي والأستاذ طلال السعيد يجمع مجموعة أهله، وأعتقد أن عندنا مثل ما عندهم مهبل في العائلة، احنا مهبل في العائلة يفقدون القدرة على الحكمة في حل هذا الأمور، وتصير حرب عوائل واحنا نطق مني وهذول يطقون مني. يجب احنا دولة مؤسسات القانون ولا يمكن أن يؤخذ الحق بهذا الشيء. نعم. عبر الهاتف في لغة حوار من الكويت السيدة فجر السعيد صاحبة قناة سكوب، شكرا جزيلا لك. في خطوة عدت تحولا مهما في تركيا، توجه آلاف